شخص كلمني قال لي يا احمد، عايزك تقف معايا في موضوعي. انا متجوز وعندي ولدين ولسه صغننين، وحاسس ان مراتي بتخوني، حاسس ان في حاجه كده غلط، مش مهتميه بيا، تليفونها انتظار ولما اروح الشغل. بقيت اركز كتير، بقيت في حد غريب كده بيطلع العماره وبينزل من العماره، حاسس ان في حاجه غريبه كده. اعرف ازاي؟ او تقف معايا تفيدني بايه؟ يعني انا عايز اعمل المستحيل عشان افهم واعرف هي بتخوني ولا لا، هي يعني شايفاني وحش معاها ولا لا. انا وقفت معاها من اول البدايه في عيشه حب، عيشه رومانسيه، عيشه حاجات كتير قوي، عشنا حب رومانسيه وحاجه فظيعه لدرجه ان احنا اتجوزنا عن حب وخلفنا عن حب. بس في حاجه غريبه، انا بروح الشغل بلاقي مراتي فيها حاجه غريبه، مش مهتميه بيا، بتكبر لي. حتى لما برجع كانت بتحضر لي الاكل وتستقبلني، لكن دلوقتي اتغيرت 100% معايا. يا احمد انا مش فاهم، لدرجه ان انا فكرت احط كاميرات مراقبه في الشقه، بس مش عارف هل لا ده صح ولا غلط. الشك مليني من جوايا. انا صراحه جيت واحده واحده قلت له طب انت شفت ايه؟ طب حاسس بايه؟ طب ايه اللي جرى؟ طب ايه؟ قلت له، قال لي ما بص من ناحيتي انا شايلها من على الارض شيل، بتتغاب عليا وببقى حنين عليها، بتشتمني وببقى حنين عليها. دي مراتي مش حبيبتي، مراتي دي كل حياتي. عشان كده انا مش عايز اخسرها، مش عايز اخد قراري واطلقها واريح دماغي. انا مش عارف اعمل ايه، انت تشور عليا في ايه؟ لدرجه ان انا جبت كاميرا، بس انا مش عارف اركبها ولا لا. قلت له مثلا لو انت شاكك 100% وحاسس ان هي بتخونك، احنا نبقى مع بعض واحده واحده، لدرجه ان احنا ممكن كنا نقعد مع بعض ونشرب القهوه. شوفوا يعني هي جالي من اسكندريه يقعد معايا وناخد وندي مع بعض، يعني حسسته اللي هو اخويا، ونقعد مع بعض ونتكلم ونرستق الحاجات. وكل ما اجي اقول له استحمل استحمل لغايه اما قرر اللي هو يطلقها. قلت له لا، ادام وصلت للطلاق وانت عايز تطلقها خد هنا بقى. لدرجه اللي انا قلت له اصبر، مش انت جبت كاميرا؟ قال لي اه. نظام الشقه بتاعتك ايه مثلا؟ قال لي الصاله واسعه وكل اوضه لازما اللي يخرج او اللي تخش على الصاله. هي الصاله كلها مربعه وكل الاوض كل جنب ليه اوضه، كل جنب ليه اوضه، حتى الحمام والمطبخ ليهم اوض ما في الصاله والكلام ده. قلت له في نص الشقه او في نص الصاله ادام في مكان كاميرا، ركب مثلا الكاميرا اللي انت عايزها، او في حاجه احسن من الكاميرا، لندا اللي فيها كاميرا. لا هي وصلت للطلاق، وصلت للشك، ووصلت لحاجات كتير. انا وفضلت معاه لدرجه ان انا كنت بتحايل عليه اقول له لا ما تطلقش، ما تعملش، ما تسويش. هو خلاص جه الليفن الوحش اللي معاه، اللي هو خلاص زهق منها وعايز يطلقها. احنا قلنا ادام عايز تتاكد نركب الكاميرا ده في نص الصاله. عارفين الكاميرا المولاندا دي، الدوايه دي اللي بتحط، وانت راقب عيالك وراقب مراتك بالمره، عشان انت الشك دخل في دماغك. وانا معاك واحده بواحده. وخلي بالك طلعت مفيش خيانه، صدقني انت اللي هتيجي تبوس رجليها وتقول لها انا اسف. الكلام بياخد ويدي، ما تجيش تقول لي انا ظننتها وبعد كده ما لقيتهاش عملت كده وعادي قضيت حياتها عاديه. لا، زي ما هي ما خانتكش تبوس رجليها وتقول لها انا اسف. مش لازم تقول لها انا اسف عليه، بس تبوس رجليها وتقول لها انا اسف. ظهر اللي هي فعلا بالحرف اللي هي بتخونه. وكل اما جوزها ينزل يروح الشغل تتصل بحبيبها يجي يقعد معاها ساعه نص ساعه يقضي الغرض ويمشي. قلت له خلاص ادام انت متاكد معلش استحمل شويه عشان خاطر ايه العيال. وفي يوم من الايام مشي مع الكاميرا واحده واحده وما راحش الشغل، وطلع عشان يشوف مراته. اتفاجئ فعلا اللي مراته بتخونه، وطلع عشان يشوفهم متلبسين. اول ما طلع معرفش ايه اللي حصل، الشاب حبيبها نزل او عاشقها نزل من الدور اللي هو لسه هيعتب ويخش الباب، لقى فتح الباب وخرج وجري. مفيش تفاهم. جه دخل قال لها مين اللي كان هنا، مين، وزعق وشد
المهم ايه، قالت له ده واحد جه لا ازاي واحد يفتح الباب ويخرج منه كده، انت خاينه وخلي بالك انا مراقبك ودي كاميرا وي 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 وي. واول انهارت من العياط وزعلت وجريت وراه عشان تقول له انا اسفه انا اسفه انا اسفه، المهم يعني عشان خاطر العيال ويراضيها يعني وكده. هو نزل يعدي الشارع، هي مشيت وراه، اتوبيس راح جاي شايطها وداس على رجليها الاتنين، داس على رجليها الاتنين. هو بيحكي لي كده واحده بواحده. انا فضلت معاه لغايه اخر القصه دي. نكمل القصه بقى. قال لي انا اول ما شفت الاتوبيس داس على رجليها صعبت عليا نفسي، ما كملتش، خدتها في تاكسي ورحت المستشفى. مفيش مستشفى راضيه بيها عشان الاتوبيس لما داس على رجليها قطع رجليها، الاتوبيس كان تقيل، داس على رجليها قطعها بين اللحم والعظم، قطعه. انا شايلها وما عندهاش رجول، رجليها كان في الارض، لدرجه كل المستشفيات قالوا لي لا ما ينفعش مش هينفع، حتى ايه عامل مستحيل، هو معاه فلوس ويعني الدنيا معاه حلوه يعني. قال انا ادفع كل حاجه بس رجعها لي. زي شوفوا لدرجه اللي هي كانت خاينه وهو طلع وتلبس اللي هي خاينه. صعبت عليه نفسه، قال مش هسيبها همشي وراه. في الاخر رجليها اتقطعت، ما بقاش ليها رجول، داخ وفي الاخر يعني ربنا هو اللي عايز كده يعني، رجليها اتقطعت. وفي الاخر راح جايبها البيت، هو اللي بيخدمها وبيروح الشغل. تصعب عليه نفسه اللي هو يسيبها لوحدها، بس غصب عنه اللي هو بيروح الشغل ويرجع. كان هي مش قادرة اساسا بتروح الحمام، جاب لها كرسي بحمام عشان هي تعمل حمام وهي قاعدة على الكرسي، تعمل كل حاجة وهي قاعدة على الكرسي، تروق وهي قاعدة على الكرسي. لدرجة اللي في يوم من الايام عاشقها كلمها، قال لها انت نسيتيني، انت ما كانش دي عشره، ما كانش دي لقمه فول كلناها مع بعض يعني. قال لها انت ايه. وفجاه في يوم من الايام راح لها البيت. طبعا جوزها خلاص هو عرف ادام رجليها اتقطعت يعني ربنا هداها شويه. عاشقها راح لها البيت، هو ما يعرفش اللي رجليها اتقطعت، ما يعرفش اللي حصل لها يعني. وفجاه لقاها قاعده على الكرسي، وفجاه قالت له ايه اللي جابك؟ لا انا ما شفتكيش بقالي فتره وما سمعتش صوتك، عايز اجي اشوفك، عايز اقابلك، عايز اعمل اي حاجه عشان اشوفك. قلت له انا ما كنتش عايزاك تشوفني بالطريقه دي، انا بسببك انت رجلي اتقطعت، بسبب خيانه ربنا ما رضاش عني، رجلي اتقطعت بسببك انت، عشان جوزي كان بيحبني وعيالي بيحبني وانا اللي ما ادانيش العشره دي. المهم خلينا في موضوعنا. هي كل شخص يعني عايز يعمل حمام، جت عملت حمام وهو موجود معاها، عاشقها موجود معاها فين؟ في الشقه يعني زي ما اي حد، هي غصب عنها مش قادره تقوم، عملت حمام غصب عنها. عاشقها شم ريحتها، قال لها ايه القرف ده انت مقرفه، وراح ضاربها بالقلم وسابها ومشي. قعدت بينها وبين نفسها، عشيقي اللي انا كنت بحبه وبعشقه وبموت في التراب اللي هو بيمشي عليه عمل معايا ايه، وجوزي اللي انا كنت بخونه واستحملني، لدرجه اللي هو شاف خيانتي بعينه واستحملني، لدرجه اللي انا جريت وراه ورجلي اتقطعت وهو جري ورا المستشفيات كلها عشان يعمل عمليه عشان يرجع رجلي زي ما هي، استحملني. بيشيلني خليني اعمل حمام واستحملني، يرمي الحمام بتاعي في الحمام ومستحملني، وبيعمل كل حاجه ومستحملني. وحبيبي عشيقي لما جه شافني اللي انا في الموقف ده وعملت حمام مره واحده ما قدرش يستحمل الريحه. يا رب انت ليه خليتني كده. قعدت تندم على كل لحظه بتشوف عاشقها معاها او بتفكر فيه، ونسيت جوزها وعيالها. قعدت تندم على كل حاجه لغايه اما جوزها رجع، نزلت على رجله وبوسته، نزلت تحت رجليه قالت له انا خدمتك، انت الجزمه اللي انت لابسها انضف مني. شفت بقى الاحساس والراجل ده الشخص اللي بيحبها
وشاريها ومش عايز يبيعها. عارف ليه بقى هو ما طلقهاش؟ حس ان هو لو طلقها هتموت بزياده اكتر ما اللي رجليها اتقطعت. ما رجليها اتقطعت كده يعتبر ميته، لو طلقها بزياده كانت هتموت اكتر واكتر. حس من جواه اللي هو لو طلقها ممكن تموت من الحياه. شفت الاحساس؟ والشخص اللي بيحب استحمل اهانته ونظرته لخيانه مراته عشان خاطر ما تموتش من القهره. انا كنت معاه واحده بواحده، وصراحه انا قلت له انت جبل، انت جبل. انا ما رحتلوش بيته، بس كل كلمه بيقولها انا كنت مقتنع بيه. حسيت اللي هو شخص حنين، حسيت اللي هو شخص محترم ومؤدب وخايف على بيته وعياله. قال في يوم من الايام هتعرف قيمتي. بس بعد ايه؟ بعد ما رجليها اتقطعت. دلوقتي ما بتسيبش فرد لما بتصلي، ما بتسيبش في يوم من الايام جوزها رايح او جاي من الشغل لما تبوس رجله وتبوس ايده وتقول له انا اسفه. وبتربي عيالها لدرجه اللي هو ادام معاه فلوس جاب لها رجل صناعي وقفت على رجليها. سبحان الله. شفتوا بقى الانسان اللي بيحب بيستحمل الاهانه والخيانه من الشخص عشان هو كان بيحبه زمان وهو معشق بيه، بيحبه لدرجه الجنون، لدرجه اللي هو مش قادر يعيش من غيره، هو الهوى اللي بيتنفسه. والست عرفت غلطها وكل يوم تندم وكل يوم تبوس رجله. انا بكلمكم على الفيديو ده، انا بقول لكم نصيحه مني ليكم، اللي بيحب بجد هو اللي بيستحمل فتره كبيره قوي، بيستحمل لدرجه خلاص اللي هو كان عايز يطلقها، شايف خيانته بعينه بكاميرته ومستحمل عشان عارف اللي في يوم من الايام اللي ربنا هيقف معاه وهينصره. انا بحيي اي راجل يستحمل مراته، اذا كان هي بتغلط بتشتم بتهين يستحملها، مسيرها في يوم من الايام اللي هي تبوس رجله وتبوس ايده وتقول انا اسفه، ان ربنا يهديها يوم من الايام. انا بشكر كل راجل، تحيه خاصه لكل راجل يستحمل مراته، يستحمل الاهانه، مش عايز يطلق مراته عشان خاطر العيال. تحيه لكم والله العظيم، احلى مسا عليكم.